الله يسعد أوقاتكم يا رب بكل خير وبركة. كيفكن حبايب قلبي؟ إيش أخباركن؟ طمنوني عنكم إن شاء الله يا رب هيك تضلوا بخير وصحة وعافية. طمنوني عنكم بالتعليقات. هون هيك نزلت جبت شوية خضرايات يعني هيك، لأنه بدي أعمل بيتزا وبكرة إن شاء الله. كيف جبت هاي الفاصولية، شوفوا شو قد كويسة، فاصولية عريضة بكرة بطبخها. اليوم بدي أعمل لهم بيتزا. جبت شوية بندورة مستوية شوي، جبتها مشان الفاصولية ومشان يعني ايش اسمه البيتزا. هون جبت خسة وجبت لهم كمان ثوم، لأنه بيحبوا عندي الثوم هيك مع السلطة، هيك خس وجرجير. هون هي الطحينة عاملين عليها والله عرض، يعني شفتها أرخص إنه من الطحينة اللي بجيبها أنا. وهون جبت لهم شوية تفاح وجبت لهم شوية خيار، كمان الخيار بلدي والله. شوفوا بشهي القلب. الحمد لله رخصانة إنه شوي الخضرة عنا، الحمد لله رب العالمين. وجبت شوي عطون كمان، هيك نحن العطون بنشتريه هيك يعني بنعبي هيك بالعلبة وبيزينوا هنن عندهم. والله ما بعرف شو كيلو العطون، يعني نسيت ما انه انتبه كويس، بس انه لازمني عطون. ايه وبلا هيك نتذكر اولادنا ما بيصير. شفتهم هدول بيحبوهم كتير اولادي، ايه فجبت لهم اياهم. ايه والله هيك كانت. نزلت مثل ما قلت لكم انه نزلت من هون من الفوترية جنبي، يعني من محل الخضرة جنبي. ايه جبت، كان ما فاضي الحجي والله ينزل هالاسبوع على البازار، فقال لي هالجمعة دبري حالك من هون من عند الخضرجي مثل ما بيقولوا اللي جنبنا. ايه فنزلت على الخضرجي ورحت كمان على السوبر ماركت. ايه والله وهيك اشتريت بقى طبختنا ان شاء الله هيك بالفيديو القادم فاصولية. انتوا هاي ايش بتقولوا للفاصولية؟ ما بعرف انا هاي ايش بيقولوا لها. هلا العيشة خانم الرفيعة، والثانية ايش بيقولوا لها؟ يمكن العيشة خانم الرفيعة، ما هيك؟ هيك انا بعرف بقى، ما بعرف غلط صح ما بعرف. هاي عريضة، وحدة عايشة خانم وحدة عريضة. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات ايش بتقولوا لهي وايش بتقولوا لهي. بس ما بعرف سبحان الله انا بفضل هاي الفاصولية اكثر من هديك. ما بعرف بحس طعمتها هي اقوى من هديك. اي والله. بتحبوا الفاصولية بزيت ولا الفاصولية بلحمة؟ والله انا رح اطبخ لهم اياها هالمرة بلحمة، لانه يعني هيك مشتهين عليها الشعب اللي عندي. جوزي قال لي كل مرة بتعمليها بزيت على كيفك، هالمرة نحن بدنا اياها بلحمة. قلت لهم يلا تكرم عينكم مثل ما بدكم رح اطبخ لكم. انا بحب هذا دواء الغسيل السائل، يعني بحبه للغوامق. بحب من هذا هيك. ما بحب البودرة، استعمل البودرة للغوامق، يعني بحب السائل. ما بيوقف ابدا ابدا على اللبس ولا بيبوح ولا شيء. وهذا المعطر ما بحسن بلا ابدا ابدا. انتوا ايش بتستعملوا لغسيلكم؟ بتستعملوا بودرة ولا سائل؟ هلا هون بعد ما شربت قهوتي ونزلت على الفوترية، جبت اغراض على السوبر ماركت مثل ما قلت لكم. عم بخربط انا بين الخضرجي والفوترية والسوبر ماركت، والله ايش هالعقل هذا بده يتحمل، ما عم بعرف. ايه قلت انه رح اعمل هيك معكم بيتزا، وبكره ان شاء الله بطبخ الفاصولية. يعني المهم أمنت على طبختي. أنا هيك بحب أأمن إنه صار عندي أنا إنه طبخات، عرفتوا إنه صمدت طبخات يعني عن جد. لأنه مثل ما قلت لكم قبل إنه الواحد كتير بيحتار إنه بالطبخة، وبكرة إيش بدي أطبخ واليوم إيش بدي أطبخ وما بعرف إيش شو.
هلا هون قلت انه بعمل هدول البيتزا مشان الزوادة يعني تبعت الأولاد والحجة. هلا هون قلت رايحة بجلي الجليات بما تختمر أول طريقة إنه أول عجنة بيتزا شفتوا أنا بعملها مرحلتين. بسخن هيك كاستين حليب وبحط اللهم صل على سيدنا محمد الخميرة ومعلقة سكر وبفتر الحليب بحطها فوق الخميرة والسكر وبتركها هيك 15 دقيقة على التمام. بتكون تخمرت. هلا بنزلها الطحين والزيت يعني ما بدها شي. شتوا عجينة البيتزا أنا عملتها معكم قبل مرة. أي والله هيك أنا كان نهاري يعني مليان شغل وكل شي يعني مثل ما بيقولوا. يعني سبحان الله منفيق من الصبح انه بنركض ما منلحق. بتقولوا ما في بركة بالوقت. ما بعرف شلون النهار عم هيك بسرعة ونحن منضل عم نشتغل. الله وكيلكم ما بقلن انا لاخواتي ما بوقف شغل لحتى احط راسي على المخدة. هداك الوقت بكون انه عن جد انه انا ما بقى انه في شغل عندي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت اول شي 3/4 كاسة زيت وبعدين هلا رح احط الطحين. يلا بسم الله. هنين يعني 4 كاسات تقريبا. هلا انا بحط هيك وبعجن وبشوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جانا للكفوف الكبيرة. دعولي الله يخلصني من هالكفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا اليوم شاركتكم اياها لانه بجوز في صبايا ما شافوا فيديوهاتي القديمة، مشان هيك رجعت شاركتكم طريقة عجينة البيتزا. هلا انا سبحان الله يعني بحط لها الطحين تقدير بس مشان تشوفوها انتو. قمت كلت هيك شوي. هي تقريبا بتاخد يعني 4 كاسات ونص ل5 كاسات حسب نوع طحينكم يعني. شوفوا انا خليت شوي من كاسة الزيت مشان احط هيك على ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اليوم عملت لهم البيتزا مشان زوادة ابو عبده ومشان المدرسة، لانه شفتوا بنحتار ايش بدنا نلف سندويش للولاد. نحط كل الزيت.
شاء الله. هي العجينة هي لازم تضل طرية معكم، ما لازم انه كتير يعني تكون هيك قاسية. اليوم ما بعرف ايش خيط صار لي هيك بعد ما شغلت شوي القرآن الصبح، قمت هيك اشتهيت اتسمع على فيروز، ما بعرف اذا سمعانين بالصوت. ايه قمنا حطينا شوي بتسمعنا فيروز. بحب اروح الصبح انا على البحر هيك بعد صلاة الصبح، ان شاء الله شي نهار هيك بدي اصور لكم انه هيك اروح الصبح احضر هيك الشروق مع فيروز وفنجان القهوة على البحر. طبعا طبعا بدك تعجنوها هيك كتير كتير منيح. مقشط الكاسة. الحين ما شاء الله صارت كويسة. سبحان الله العجينة لما انتوا عم تعجنوها بتبين معكم اذا كويسة ولا لا. لا هي اليوم ما شاء الله ما شاء الله. بتعرفوا ايش نسيانة؟ نسياني اطالع الجبنة كلها من الفريزر. هلا يلا ان شاء الله بطلعها لسه لبين ما يجوا الاولاد والحجة من الشغل تكون حلت. شوفوا ما شاء الله شايفين صارت فرجة العجينة. اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله. هلا بحط لها هيك كيس وبحط لها شقفة على وجهها وبخمرها. شفتوا بتكون ساعة بتكون ساعتين، انتوا بقى لبين ما تساووها. هلا هون جيت ومديت العجينة بسرعة بسرعة، دق لي جوزي وقال لي انزلي ويلا بسرعة. هذا قمت انا ما بقى اعرف ليش عم بينزلني بسرعة. قمت يعني قلت له خلص بس ارجع بعمل البيتزا معناتها. لبست ونزلت بسرعة. قال لي امشي اخذك عند العربي مشان تجيبي اغراضك. انا ما بعرف بنقي الاغراض. قلت له عن جد مشان هيك رعبتني انه ونزلتني بسرعة. هلا هيك هي الشكل النهائي للبيتزا السريعة مثل ما بيقولوا، انه عملتها لانه بسرعة بسرعة. بقى معلش هون كانوا جوعانين كتير كتير ومديتها شلون من كان، وهلا هيك عم بقطع لهم اياها مشان يبركوا يتغدوا لانه جاعوا، لانه طولت والله انه بما انه نقيت اغراضي وهيك شتو الواحد بيلتهى بالسوبر ماركت. ايه قمت والله الحمد لله رب العالمين جبت اغراضي. هلا كمان بفرجيكم اياهم. جبت لهم هيك مارتديلا، وجبت برغل خشن مشان البرغل ببندورة والبرغل برغل بعدس نحن بنقله. والله جبت كمان هيك جميد، قلت يعني مشتهية عليها وهي هيك بصير بلا الأكلات للأولاد. والزعتر وإيش كمان وخبز والله جبت كمان وحمص وسمنة. وشفتوا النهار كله هيك ملان مفاجآت وروتينات ما بتخلص. وهلا بدي أقلكن الله معكن حبايب قلبي، لا تنسوني من صالح دعائكم.